السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا في خير وفي احسن الاحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله يا جماعة الواحد زهق وقرف. مش عارفة، كل يوم ولادي يجوا يقولي بأكلة مختلفة ويجوا لي بطلب من بره. الواحد يعمل ايه؟ مش عارفة. قلت اريح دماغي واروح اشتري لهم كيلو ولا حاجة. رحت لقيت الكيلو بحوالي 500 جنيه. قلت اسأل عليه في منطقة تانية، لقيته في منطقة تانية اغلى من كده. قلت ما بديهاش بقى، اعمله معاهم وامر الى الله. مش عارفين الواحد يعني هيروح فين ولا يرضي مين ولا يعمل ايه. بس اهو العيال هترضيهم يعني هتقولهم لا؟ طيب، علشان ما اطولش عليكم، تعالوا نشوف ايه اللي هم عايزينه. عايزين ده فسيخ طبعا ليه متطلباته علشان يبقى معاكي كويس والكلام ده كله، وما يبقاش يعني تعرفي تنقيه. في نوع تاني سمك اسمه مش عارفه مقار او حاجه زي كده، بيبقى بوزه ده طويل شويه عن كده، من هنا بالشكل ده. ف دوت راس مبططه، اللي راس مبططه دوت بيبقى البوري. تمام كده. وده عشان تجيبيه وتبقى مطمنه، عشان تجيبيه وتعرفوا انه طازه. بصي، شايفه انا ما بحط صباعي عليه كده وتبتدي ان هو يغرس لجوه دوت، ده طازه كده اهو. والبطن بتاعته بتبقى جامده. خلاص كده. خلاص احنا كده عرفنا. احنا قلنا يبقى احنا لما ندوس عليه كده، بصي ما بتخشش لجوه. البطن بتاعتها جامده. طبعا هنا الخياشيم بتاعتها بتبقى حمراء او لونها وردي كده. ومن جوه برضو بصي لونها وردي كده من جوه، هي هنا مش باينه مع الضوء. اوريها لك واحده تانية بالشكل ده كده. خلاص، هنبتدي بقى نغسلها ازاي. هنبتدي الاول واحنا بنغسلها ضروري تكون بالشكل دوت، تبقى لفوق ما تبقاش لتحت عشان الميه ما تخشش فيها. شايفين لونها الورد ده ازاي؟ الطريقه دي بالشكل ده كده. من البق من هنا بالشكل دوت علشان يطلع اي حاجه من جواها. واقفه هنا كده. انا جايبه كيلو كده. طبعا انا مش عايزه ان الميه تخش لجوه عشان ما تخشش عند البطن في حاجه ويبقى فيه لسه بواقي ميه. هكمل وارجع لك. انا جايبه كيلو بالظبط، هم 4 سمكيت. انا جبت هنا ازازه ميه كبيره بصراحه، مش حابه ان انا افضيهم في حاجه او ان انا اوقفهم في حاجه واصفيهم. هبتدي هرميها صراحه. هعمل ايه بعد كده بالشكل ده. طبعا تخلي بالك من الحروف اللي زي كده عشان ما تتعوريش. خلاص كده. وابتدي ان انا بالشكل ده هروح موقفاهم فيها. انا عايزه احط لهم اي حاجه من تحت كده بحيث ان هم ايه، ما بس الفكره كده هنا. انا مش عايزه للاخر يعني، انا عايزه بصوا الشكل ده كده. عايزاهم بقى بالشكل ده كده. بصي يعني الاخر كده ما ينزلش، بحيث انه كل ده يصفي في الازازه من تحت والراس تصفي كويس. هسيبها هنا حوالي بتاع ساعتين 3 4 كده،
وبعدين في خطوه تانية هنعملها عشان نكمل بقيه الوقت، لان مش هو ده الوقت اللي انا هسيبهم يصفوا فيه. هرجع لكم نبقى نعمل الخطوه اللي بعد كده. بس طبعا المفروض ان انا احط لهم اي حاجه اغطيهم، احط لهم من هنا كيس، او احط لهم من هنا يعني طبق او اي حاجه تغطي عليهم. خلاص كده حبيبتي خليتها 12 ساعه اهوت. تمام. بس حتى فيها ميه من على طلعهم هنا بقى كده. بس برضو منزلين شويه ميه. بصي بصي غرقانين الميه همت. هنبتدي نطلع الحاجات دي كده. كده شوف انا الطبقه اللي فيها ده كده كده. بصي ميه خالص اهي. ده كده يحافظ على السمكه. الدم انا هنا كده سايباهم كنت 12 ساعه، سبتهم حوالي بتاع 3 ساعات تانيين بره، والباقي حطيته في التلاجة عشان برضو اخاف عليها يعني. ها برضو بمناديل كده تنشفي جسمها قوي، تأكدي كده ان مفيش حاجه. نشفها كلها وارجع لك. خلاص انا نشفتهم كويس قوي هنا، وابتدي هنا كده من عند الظهر كده واعمل لها زي مساج كده كده. حاجه اسمها تفويته، بحيث ان انت تعرفي ان انت الوقت اللي انت سبتيه كويس ولا لا. هتلاقي اللي معاكي العظم من ورا بيطقطق كده شويه، مش من قدام، عشان زي ما قلنا ان في مراره ممكن تطق منك في البطن او كده. خلاص كده انا عملتهم كلهم كده. خلاص كده. طيب هبتدي اعمل ايه بعد كده؟ في هنا عندي حشوه. دي حاجات من عندي بحيث ان هي تعزز الطعم وتعزز الريحه. هنا حوالي بتاع 3 اعواد قرنفل، وهنا حوالي 5 فصوص حبهان، وهنا كام ورقه لورا، وهنا طبعا ده لازم علشان البكتيريا والسموم والحاجات دي كلها، اللي هي الكركم، وكمان بتعزز الطعم واللون. ومعاكي معلقتين شطه محترمين. انا هنا اللي معايا هنا معلقه، والمعلقه التانية انا حطاها في الكبه، وهقول لك ليه دلوقتي. او انا حطيتها في الكبه على طول. ومعايا هنا كمان اهيت هنا، وهنا نص كيلو ملح رشيدي خشن. بس هو هنا خشن شويه، انا مش عايزه الخشونه قوي دي كده، فانا حطيت هنا معلقه الشطه وهضربهم معاها كده ضربه خفيفه وانا عامله. ودول برضو هحطهم مع بعض كده ياخدوا ضربه يعني دول يطحنوا كده. تمام. وبعدين هكمل معاهم اللي هي الحاجات اللي هي الكركم والشطه. اهو كده يا حبيبتي قلبتهم كويس. عايزه اقول لك ريحه التتبيله ديت والله والخلطه دي تحفه تحفه بجد. بصي بقيت اهي، انا مش عايزاه يعني لا خشن قوي ولا ناعم قوي. ما عندكيش الملح الخشن دوت، ممكن تجيبي كيس ملح اللي هو ب2 جنيه دوت، هتلاقيه نص كيلو. انا هنا زودتها حوالي معلقه الا ربع، نص معلقه شطه كمان. على فكره ما تخافيش من الشطه،
هي ما بتحرقش ولا حاجه، هي كمان ماده حافظه للسمك معاكي عشان ما ينعمش معاكي. تقلبيهم كويس عشان تلاقي كله خد ايه من بعضه. طيب هعمل ايه بعد كده؟ بعد كده انا بجيب كيس، لو عندك ورق اللي هو البلاستيك اللي هو الكرينكل الغذائي دوت عندك هيبقى افضل. ما عندكيش، انا جبت هنا شنطتين كبار، الشنطه كبيره كده، وامسكها اقطعها نصين بحيث تديني الشكل ده كله. بصي تبقى كبيره كده، لان من شرط ونجاحها ان انت لازم تقفلي عليها كويس من غير ما يكون في هواء ومن غير ما يكون في اي حاجه. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هبتدي ان انا اجيب الحشوه اللي انا عملتها هنا كده، وابتدي هملى كل ده كويس جدا. هملى ده، املي وحش جامد ما تخافيش كده بالشكل ده. وابتدي ان انا هحط لها كده كل ده كده، وابتدي ان انا اقفل عليها. بصي بالشكل ده كده، ما اخليش هوا واقفل. طبعا البلاستيك الغذائي دوت بيبقى افضل كمان، ان هو بيضمن لك ان انت بتقفلي من كله وانت ماشيه بتقفلي كده. يا رب تكون الصوره واضحه معاكي. وابتدي ان انا اقفل كويس جدا للاخر، وابتدي امسك ده كله لو اقدر اربطه هيبقى افضل. طبعا زي ما بقولك لو انت عندك البلاستيك الغذائي هيبقى افضل من ده كله، لان هي كده كده هتمسك على السمكه. ضروري ضروري تكفنيها بالشكل ده. ليه؟ علشان ما يجيلهاش هوا، لان لو دخلها هوا هتبوظ منك. طيب برضو احنا هنا للامان هنعمل ايه؟ هندخلها جوه كيس تاني. انا هنا بصي في الاخر يا تقفل عليهم. انا لقيت اساتك مع العيال خدتهم منهم، مش هم عايزين يستحملوا بقى، خدتهم منهم وهنا وكفنتهم بالشكل ده كده. بعد كده هبتدي ان انا احطهم كده في كيس. لما الكيس ياخدهم كده مش هياخدهم، نحطهم كده جنب بعض. طبعا الملح لازم تكوني دخلت الخياشيم زي ما وريتك كده في الاول كويس جدا. بالشكل ده كده، يعني حطيت مع بعض مش مشكله. وابتدي برضو بالشكل ده كده الف عليهم جامد، لان طبعا الكياسه اللي انت لفيتي بيها الاول لو كل ما تبقى كبيره وتلف عليها لجوه هتبقى افضل من كتير 100 مره. بالشكل ده كده واحبس عليهم. برضو مهم جدا. طبعا لو عندك اكياس زي كده كبيره وتحكمهم يبقى افضل. برضو هنا حطيتهم جوه كيس تاني.
على فكره كتره الاكياس ما تخافيش منها، ده بل بالعكس ان هي بتديها حراره، بتزود من السخونيات عشان تزيد من ان هي تبقى مستويه. بس تتاكدي ان مفيش اي هوا. حطيت لهم برده كيس تاني، يبقى انا حطيتهم بعد ما حطيت كل واحده في كيس، حطيتهم في كيس وربطت عليه كويس قوي، اتاكدت انه برده ما فيهوش هوا، ورجعت حطيته جوه كيس تاني واتاكدت انه ما فيهوش هوا. حطيت له كيس تاني هنا برده للامان، وبرده اقفل كده واتاكد ان انا بخرج الهوا ده على طول بالشكل ده كده كده. وابتدي ان انا هحطهم جوه بقى كيس اسود. انا هحطهم جوه كيسين. الكيس الاسود بيزود من الحراره. طبعا ما احطش في كيس اسود مباشره، لان الكيس الاسود برده ما هوش بيبقى يعني بيبقى سام للاطعمه. يعني هنا كده ودايما يعني اخلي القفله بتاعت الكيس قافله دايما القفله من جوه علشان ما تفكش مني كده. وكده او كفلنا الزبون يا معلم. هروح بقى احط له استكين من بتوع العيال. طيب انا ما عنديش اساتك بتاعت العيال، احطه جوه كيس بيتربط او اربطه يعني بخيط او حاجه، وابتدي بقى ان انا احطه كده في صينيه او في حله، وهغطيها بحيث ان هي كمان تكتم وتسخن معايا، وهحطها في فرن البوتاجاز. متهيألي ده اكتر مكان ممكن يبقى دافي مع حراره المطبخ، مع حراره البوتاجاز لما بتولعيه طبعا بيدفى، فكل دوت بيساعد على انها تستوي وفي جو مناسب ليها. تمام. طيب كل يوم احنا هنسيبها كده لمده 7 ايام ونبتدي نفتح عليها. هتقولي لي اه العيد جه، انا مش عاملاها شرط ان انا هاكلها في العيد، يعني انا ممكن اعملها واخليها كده بمزاج وهجيب رنجه واكلها يعني. دي كده انا عاملاها بحيث ان هي تاخد وقتها. ما حبيتش اعملها من بدري بصراحه، لان مش كل الناس هتبقى طالعه من العيد وهتاكل الفسيخ او هتاكل يعني الناس لسه معدتها، فاول يوم ده بيبقى كحك وبسكويت، تاني يوم ممكن يبقى عند عزومه عند حد، فيعني هتاخد معايا الوقت بتاعها. ولو ما كانش على العيد بالظبط يعني ممكن بعد العيد براحتنا. ف7 ايام وكل يوم تفتحي عليها، وشرط تروحي قلبها كده على الجنب التاني، وتيجي روحي قلبها على الجنب ده كده، وتروحي قلبها على الجنب ده كده. ليه انا بعمل الحركه دي؟ علشان ان انا اخليها تستوي من كل الجوانب وتتملح من كل الجوانب، وما يبقاش فيه جنب فيه مراره او فيه زي ما قلت لكم كده لا قدر الله عفونه او حاجه. هي الحركه دي بتساعد على تسويتها، لان هي بتطرى وهتنزل طبيعي سوائل، فالسوائل دي هتبتدي ان هي تخليها تتملح من كل الجوانب. فانت لما بتقلبيها زي ما بتعملي اي اكل لازم انت تقلبيه، ما بينفعش ان انت تسيبيه على جنب واحد. تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى انه يكون نال رضاكي، واتمنى انك تعرفي تعمليها بالظبط. انا بعمل كده بقالي زمن وبتطلع معايا ما شاء الله جميله ممتازه. انا كنت عملتها من فتره طويله جدا على القناه، بس انا عملتها مره تانية لان اكيد هتكون يعني بعيده قوي للي هيدور عليها. ف وبألف هنا وألف شفا. وساعة ما هفتح عليها أنا هفتح عليها معاكم برضو إن شاء الله. تمام. شكرا ومع السلامة.